عايز تعرف ازاي تبقى جريء وانت بتتكلم قدام الناس؟ تابع معايا الفيديو للآخر. جاية انقل لكم تجربتي الشخصية من ان انا كنت حد بيتكسف جدا، ما بيعرفش يتكلم قدام حد، ما بعرفش اطلع اقول محاضرة، ما بعرفش اتواجه مع اي بني ادم. كانت عندي مشكلة كبيرة جدا من وانا صغيرة، ان انا كان عندي خجل اجتماعي كبير، ولدرجة ان انا ما كنتش لا بعرف اعمل صداقات ولا بعرف اتعرف على حد. وكان عندي حتى مشكلة في ان انا ابقى عارفة ان انا ابص في عين حد وانا بتكلم. طول الوقت مكسوفة جدا وانا بتكلم قدام الناس او قدام حد، وما باخدش على حد بسهولة. وعشان اعرف اخد على حد بسهولة ده كان لازم الشخص اللي قدامي هو اللي يبادر وهو اللي يبدأ ويتعرف عليا، وساعتها احس بالامان معاه، وساعتها بقى بتكلم عادي وتمام ونبقى اصحاب. لكن غير كده ما بعرفش خالص ابدأ بالكلام قدام حد تماما. طيب ازاي اتحولت من شخصية كانت خجولة جدا، ما بتعرفش تتكلم قدام حد، توتر قوي قدام الناس ان هي تتكلم، لحد بيدي كورسات، بيتعامل مع جماهير كبيرة، بطلع مؤتمرات، بعرف اتفاعل كويس جدا مع الجمهور، بعرف ابقى مركزة مع كل حد هو محتاج ايه، وبعرف اسيطر على مجموعة كبيرة من الناس ويطلعوا مبسوطين جدا من المحاضرة او الكورس اللي اتعمل كله، يبقى طالع مرتاح وحس ان اسئلته تم الرد عليها. حقيقة ده ما حصلش ما بين يوم وليلة، هو حصل على مراحل وخطوات، ما كانتش خطوات ورا بعضها كمان. يعني هي كانت خطوات تدريجية، وكانت الظروف تقريبا هي اللي كانت بتحطني فيها. بمعنى انه انا دخلت كلية الطب، وجينا على سنة رابعة بدأنا في حاجة اسمها سيمينارات، نعمل باوربوينت، نقف نشرح قدام زمايلنا. اول مرة وقفت فيها قدام زمايلي عشان اشرح حاجة انا كنت مرعوبة جدا 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 لدرجة مش طبيعية. كنت محضرة كتير الكلام لدرجة ان انا كنت حفظته تقريبا. فاكرة كويس قوي اول ما طلعت ووقفت قدام الدكتور قدام زمايلي، انا ما شفتهمش اصلا، انا شفت الدنيا قدامي بيضة، ما كنتش شايفه حد، ما فيش اي تفاصيل، او ازاي الدنيا كانت بيضة خالص، انا مش شايفه حاجه، قلبي بيدق جدا، خايفه جدا. هو انا واثقه ان هم كان بيتهيأ لهم ان انا بصلهم، بس انا ما كنتش شايفاهم. وكنت عماله ابص على البروجيكتور واقول الكلام واشرح وكذا. انا مش فاكره انا كنت بقول ايه، انا بس عشان كنت متدربه عليه كويس. وقت كده كان تقريبا خارج الزمن، فقت على ان هم بيسقفوا لي والدكتور بيديني زي بروش كده تذكاري من القسم. بس ده اللي حصل. طبعا اتكرر بقى الموقف ده كتير، اللي هو كل مرة بحضر حاجة كذا لاحظت ان كل مرة بواجه الجمهور الخوف بيبقى اقل، كل مرة اواجه الجمهور الخوف بيبقى اقل، ها 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 لحد ما وصلت للمرحلة اللي انا فيها دلوقتي. عشان كده لما بيجيلي حد بيقول لي انا حد شاطر جدا، حد شاطر في الجلسات الفردية، حد لما بيشتغل مع الاطفال بيبقى مرتاح قوي، حد لما بيدي بيشتغل اي شغل هو شاطر فيه جدا، ولكن بشكل فردي. لكن اول ما بيتقابل مع ناس كتيرة بيخاف قوي، بيتلجلج، بيبقى خايف من الحكم الناس. طب يا ترى انا بقول صح بقول غلط؟ فانا بنصحه بحاجة معينة. اول حاجة انه قبل ما تطلع قدام الجمهور لازم تتدرب كويس وتتخيل نفسك ان انت واقف قدام جمهور فعلا. اقف بقى قدام المراية، سجل لنفسك فيديو، قعد ناس قريبين منك يقعدوا يسمعوك وانت بتشرح. المهم انت لازم تعيش الجو ده وتراجع كتير الموضوع وتحسه كأن انت فيه بالظبط. ده هيساعدك كتير وهيديك ثقة بنفسك قبل ما تبدأ المحاضرة الفعلية أو الكورس الفعلي اللي انت هتديه. تاني حاجة تخليك هادي جدا وانت بتتكلم مع ناس، ان انت تبقى عارف ان في ميكانيزم معين بيحصل عند كل مرة هتقابل جمهور، انه لازم يبقى فيه شوية خوف في الأول.
لازم، وإن ده شيء طبيعي، وإن هو بمجرد ما هيتكسر يعني الدخلة الأولانية بس، انت بس هتطلع وتقف وتبدأ تتكلم وتبدأ هتلاقي نفسك بدأت تدخل في المود، وبدأ الخوف ده يقل والدنيا تهدى معاك، و هتحس ان انت عادي خالص. بس الفكرة في المواجهة، يعني اكتر حاجة تكسر اي خوف هو مواجهة الخوف ده. التجنب مش بيحل الخوف، التجنب بيزوده، لكن كل ما واجهه هلاقيه بيتكسر، كل ما واجهه هلاقيه بيتكسر. طيب التدريج برضو مهم. يعني ايه؟ يعني ما ابدأش مثلا ان انا اقف قدام جمهور يجي 1000 واحد مثلا، كتير عليا. ابدأ بجمهور صغير، ابدأ بناس قليلة في الاول، ويبدأ الايه كل مرة اقف قدام مجموع اكبر، وهكذا. هلاقي برضو ده بيساعدني ان انا ما اكونش متوتر. لو في اي حاجة ممكن اشارك فيها، لو انت مثلا طالب في الكلية، لو في مثلا اي انشطه ترفيهيه، وانت ممكن تبدا ان انت مثلا تقول فيها كلمه ولو لمده 5 دقائق 10 دقائق، تبدا بحاجات بسيطه. التدريج برضو مهم، ان انا اكون بتكلم قدام ناس انا عارفهم هم عارفيني فيشجعوني، غير لما ابدا مع ناس غريبه. من الاخر، انت لو عايز تبقى متحدث وبتعرف تواجه الناس وتعرف تتكلم معاهم، ده هيحتاج ان انت تكسر دايرة الخوف وتبدأ تواجه وما تخافش وتبقى جريء. تبقى عارف ان الخوف طبيعي انه يحصل في الاول وهيقل مع الوقت، وتبقى عارف انه الموضوع كل ما امشي فيه بالتدريج كل ما بالنسبة لي يبقى مريح، وكل ما يبقى سهل ويسير عليا. طيب ده بالنسبة للتحدث قدام مجموعات كبيرة. مين اللي بيحتاج يتكلم قدام مجموعات كبيرة؟ انت مثلا بتقدم رسالة، بتعمل رسالة مثلا ماجستير، فهتبقى محتاج ان انت تتكلم قدام جمهور. انت محاضر وعايز تعمل محاضرات. انت طالب وهتقدم بحث قدام زمايلك وقدام الدكتور بتاعك، وهكذا. فاحنا كلنا بلا استثناء في يوم من الايام ممكن نبقى مضطرين ان احنا نقف نتكلم قدام ناس كتير وجمهور وكده. طيب هل أنا كشخص تخلصت تماما من الخوف من مواجهة الناس؟ هل الموضوع بالنسبة لي بقى عادي إن أنا ممكن مع أي حد غريب أروح أفتح معاه كلام وأبدأ؟ لا، عشان برضو ما تبقاش متصور تصور غير حقيقي عن الجزء الاجتماعي ده. يعني أنا ممكن يكون أنا شخص كان عنده خجل اجتماعي ومع الوقت تخلصت منه بشكل كبير، بس هل أنا شخص مبادر بالتعرف على الناس وجريء قوي وبيحب يقعد معاهم وكذا؟ لا. فاحنا لازم نعرف برضو ان طبائع الشخصيات مختلفة، وان في 16 نوع من انواع الشخصية، وان في شخصيات بطبيعتها منفتحة اللي بنسميها الاكستروفيرت، وفي شخصيات بطبيعتها منطوية اللي بنسميها الانتروفيرت. والانتروفيرت ده بيرتاح اكتر لما يقعد مع نفسه ويقعد يفكر مع نفسه ويرتب افكاره مع نفسه، ومش بسهولة ان هو يحكي ويفتح كلام ويفتح مواضيع. هو طبعه كده، ربنا خلقه كده. والاكستروفيرت هو مش بيرتاح غير لما يقعد يتكلم مع الناس ويحكي معاهم، ومش بيعرف يفكر غير مع الناس وفي وسط الناس. فده طبعه كده وده طبعه كده. وممكن الاتنين يبقى عندهم خوف من مواجهة الجمهور والتحدث قدام الجمهور، طبعا ممكن، وارد جدا. ولكن الانتروفيرت بتبقى عنده مشكلة اكبر من الاكستروفيرت. عشان كده انت ممكن مع الوقت تلاقي نفسك بقيت جريء وبتتكلم قدام جمهور كويس جدا، وعادي ان انت تتكلم مع الناس. ولكن لو انت طبع شخصيتك اصلا انتروفيرت، وده ممكن انت تعمل سيرش على النت على انواع الشخصيات وتعمل تيست لنفسك تعرف بيه نوع شخصيتك ايه، فتبقى فاهم طبيعة شخصيتك. انه مش لازم مثلا بتجيلي تبقى عايز تضغط على ابنها ان هو يكون اجتماعي بأي شكل، ان هو اللي يروح يتعرف على الناس، ان هو تبقى تضغطه بشكل كبير جدا ان هو يبقى اجتماعي وخلاص. لا، هو ممكن يكون طبعه اصلا هو طبعه شخصية انتروفيرت، اللي هي الشخصية ربنا خلقها كده تمام،
ويكون هو مش من الناس اللي هي بسهولة بتفتح مواضيع وبسهولة ان هي تتكلم، ولكنه عنده القدرة ان هو يسمع، عنده القدرة انه يكون متواجد في وسط الناس عادي، مش بيرفض التواجد مع الناس، ولكن مش لازم هو اللي يبادر، مش لازم اللي يفتح مواضيع. ودي حاجة بيتعلموها مع الوقت، ودي حاجة بيتدربوا عليها مع الوقت، ولكن ما نضغطش عليه. برضو لما نفهم طبعنا، طبع نفسنا، ونفهم طبع أولادنا، هنوفر على نفسنا ضغط كبير جدا بأنه انت لازم تكون اجتماعي ولازم تكون جريء وانت بتتكلم قدام الناس، ولازم ولازم ولازم، وده هيوتر اكتر الشخص وهيقلل ثقته بنفسه اكتر. الموضوع بيبقى محتاج ان احنا نتفهم طبيعتنا، نعرف الاول نوع شخصيتنا ايه، وبعد ما نعرف نوع الشخصية بنبدأ ان احنا نتقبل جزئية معينة فيها، ونبدأ انه ادربها على الحاجات اللي هي محتاجاها. انا شخص انطوائي او انتروفيرت، بس انا محتاج ان انا اواجه الجمهور واتكلم معاهم. ساعتها مدرس مثلا في الجامعة لازم اتكلم مع الناس. وفي النهاية لو عايز تبقى جريء وانت بتتكلم قدام الجمهور، اتدرب وواظب على التدريب باستمرار، هتوصل للي انت عاوزه.